عليكم النوار ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله بصحه جيده وتكونوا دائما في احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الحليوه البنات ديال دوز اتاي ساهله ماهله، ما فيهاش مقادير بزاف، مكونات بسيطه ومتواجده في اي بيت. واهم حاجه البنات ان المذاق ديالها خطيره البنات، غزاله، نتمنى انكم تجربوها. والشكل ديالها كيجي شويه بريستيج على دوز اتاي العادي. وهانتوما البنات كما كتشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيجي كتجي البنات غزاله في المذاق، نتمنى انكم تجربوها. بالنسبه للمقادير الغزاله ديالي ما فيهاش مكونات بزاف، سهله ماهله اقتصاديه البنات وكتجي لذيذه بزاف. والشكل ديالها كيجي غزال. بالنسبه للمقادير عندي 125 غرام ديال الزبده، نص كاس ديال السكر سنيده، كاس لاروب ديال الزيت، 4 ديال الصفر ديال البيض، الا كان البنات البيض كبير ديروا غير 3، واحد القريصه ديال الملح، خماره من فئه ديال 7 غرام. بالنسبه لهاد حبيبات ديال اللوز اختياريين البنات، اللي بغى يديرهم يديرهم، اللي بغى بلا ما يديرهم. عندي هنايا النكهه ديال الفخومبواز، يمكن لكم ديروا النكهه ديال الفريز اولا ديروا النكهه ديال الحامض. بالنسبه للمذاق النكهه يعني كتبقى اختياريه. عندي هنا البنات 400 غرام ديال الطحين، انا غادي نشوف واش غادي ندخلها كامله ولا لا. غادي ندير 125 غرام ديال الزبده، غادي نضيف لها السكر ديال السنيده، هنا غنضيف لها شويه ديال الملحه. عادل معكم البنات مزيان حتى تنسجم ليا هاد السكر السنيده مع الزبده، ونتلاقاو ان شاء الله. هنا البنات غادي نضيف هاد الصفار ديال البيض، يمكن لكم تحكوا في الحكاكه. هنا غنضيفو كاس ديال الزيت، يعني كاس لاروب، ساهله البنات وما فيهاش الخدمه بزاف. وبالنسبه للنكهه ديال الفخومبواز البنات كتعطيها واحد المذاق غزال، نتمنى البنات فاش جربوها بالنكهه ديال الفخومبواز كتجي غزاله في المذاق. هنا البنات غنبقى بحال هكا نخلط مزيان مع كاد الزبده مزيان مع داك الصفار ديال البيض والسكر السنيده والزيت. هنا البنات حتى ندخل هاد الزيت مزيان مع الزبده، عاد غادي نضيف النكهه ديال الفخومبواز ونبدا نضيف الطحين شويه بشويه. هنا الغزاله درت النكهه ديال الفخومبواز، دابا غنبدا نضيف الطحين شويه بشويه. هنا الغزال كما كنعرفوا دوازاتي ما كيبغيش البنات يجي قاصح. هنا غادي نضيف خماره، هنا البنات تبقاو تضيفوا الطحين شويه بشويه باش ما تجيش قاصحه. الا درتوا البنات الطحين بزاف وعلكتوها بزاف البنات كيجي دوازاتي قاصح. دوازاتي السر ديالو هو انكم ما تعلكوهش بزاف، غير جمعوه وما ديروش الخليط ديالكم يكون قاصح. هنا الغزالات بعد ما جمعت العجينه، بالنسبه للعجينه هذا هو القوام ديالها، نتوما البنات كتشوفوا رطبه. دابا غادي ندوز باش نشكلها. بالنسبه لهاد الحبيبات ديال اللوز غادي نهز البنات واحد شويه ديال العجينه. بالنسبه للعجينه ديروا البنات بحساب راه فيها الخميره، يعني باقا غادي تنفخ شويه في الفران. غادي ندير بحال هكا وندير فيها واحد الحبيبات اللوز لداخل، وغادي نكورها بالنسبه للحجم نتوما اللي بغيتو.
الا بغيتو البنات تعبروها بالنسبه للبنات اللي غادي يخدموا بحال هكا شي كوموند ولا شي حاجه، اولا اللي غادي يبغيو يجيهم قياس واحد، يمكن لكم البنات تعبروها. بالنسبه لي انا غير للدار. بالنسبه لهاد اللوزه البنات كما قلت لكم اختياري، اللي ما بغاش يضيفو يمكن ليه ما يضيفوش. انا غادي نبقى بحال هكا حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي، وغادي ندوز نديرها في لاطا وندخلها للفران، ونتلاقاو ان شاء الله منين طيب وندوزو باش نزوقوها. وهذه الغزالات واش النهائي ديال الكوارع ديالنا بعد ما كورتهم، دابا غادي ندوز ندخلهم للفران. بالنسبه لبنات ديك الكميه عطاتني 53 حبه. البنات هو الشكلاط ديالنا بعد ما ذوبناه كيجي بحال هكا، ضفنا ليه شويه ديال الكاوكاو وضفنا ليه شويه ديال الملون ديال الشكلاط. دابا ان شاء الله غادي ندوز باش نخدم الحبات ديال الحلوه ديالي. غنحطهم بحال هكا، ديروا شي فورشيط ولا شي حاجه ونخويو عليهم بحال هكا الشكلاط، ونخليوهم البنات حتى نديروا لهم بحال هكا، نخطوهم واحد شويه حتى يقطر داك الشكلاط اللي زايد باش ما يجيوناش حلوين. انا غنبقى بحال هكا حتى نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي. ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي.